دفي مفاصلك تحمي نفسك، مهم جدا في البرد. منورني النهارده دكتور ابراهيم بدران، استاذ جراحه العظام بكليه طب القوات المسلحه. منورني يا دكتور. اهلا وسهلا بيك. دكتور، في البدايه دايما في مصطلح دارج عندنا كمصريين او في العالم العربي كله، يعني دايما يقول لك ان البرد بياكل في العظم، بمعنى الشتاء بيدخل وجع العظم بيزيد، الظهر بيقفش، الرقبه ما بقدرش احركها. هل فعلا الوجع بيزيد في الشتاء ولا دي مجرد اوهام في دماغنا؟ لا، دي معلومه صحيحه. ما احنا لازم نقارن بين حيويه الجسم في الصيف وحيويه الجسم في الشتاء. احنا في الصيف بيبقى الاوعيه الدمويه كلها منفتحه، بتبقى متوسعه، فالدم بينطلق للاطراف فبيدفيها. العكس تماما بيحصل في الشتاء، بيحصل انقباض في الدوره الدمويه. انقباض الدوره الدمويه ده بيؤثر على كفاءه المفاصل والعضلات، فالدم اللي واصل للاطراف بيبقى قليل. لما الدم يقل احساسنا بالوجع بيزيد، لان مفيش تغذيه للاطراف في المفاصل، فنحس بالالم، نحس بانقباض العضلات. مظبوط. فيبقى الموضوع كله مرتبط بالدوره الدمويه الطرفيه. طيب ايه الحل يا دكتور بقى عشان نتجنب المشاكل دي كلها؟ عشان اتجنب مشاكل المفاصل والعضلات والعظم في البرد مطلوب 3 حاجات: ادفي نفسي كويس، العب رياضه عشان اقوي العضلات وازود الدوره الدمويه الطرفيه، وبعض الادويه مطلوبه احيانا، انما الاهم التدفئه والرياضه. طيب انا يوما ما مثلا صحيت لقيت جسمي مكلبش من البرد، اتصرف ازاي فورا؟ اول حاجه لو جسمي مكلبش من البرد هحاول بقدر المستطاع ان انا اتحرك حركه سريعه كنوع من الرياضه الخفيفه اللي هي بتفك العضلات، بتزود الدوره الدمويه، بينطلق الدم للاطراف، تبدا العضلات تسترخي. بالاضافه الى ان انا اخد، ممكن ما فيش مانع اخد اي بسط للعضلات، او التدفئه العامه بصفه عامه، دي بتزود الدوره الدمويه فتقلل كلبشه العضلات وتخلصها. والميه يا دكتور، يعني دايما يقول اشرب لك سوائل كتير، دي مهم جدا. دي سوائل نصيحه عامه، الدافيه يعني مش شتاء صيف ازود كميه السوائل للجسم. دكتور ابراهيم، شكرا جزيلا لحضرتك، نورتنا. شكرا، تحت امرك. ودي كانت حلقتنا من برنامجكم على الديسك، كل ما يخص طب العظام مع افضل الخبراء.